مهما اقولكوا جمال المكرونه دي مش هتصدقوني اكيد غير لما تجربوها. مكرونه بالصوص الابيض وكمان بدون كريمه. اول حاجه هنسلق المكرونه، ميه بتغلي ومعلقه ملح صغيره، وهننزل المكرونه مستويه نص سوا مش سوا كامل. بعد كده معلقه سمنه، معلقه زيت، بصله صغيره مفرومه، فصين من الثوم، كوبايه من اللبن، معلقتين دقيق. هنقلبهم كويس جدا وهننزل بيهم على البصل والثوم والزبدة والزيت. هنلاقي ان الصوص بدأ يتقل معانا، نسيبه يغلي شوية عشان الدقيق يكون استوى. بعد كده هنزل بنص كوباية من مية سلق المكرونة. التوابل بتاعتها بسيطة جدا، ملح وفلفل اسود وبابريكا ورشة من جوز الطيب وزعتر، بس ده هنحطه في الاخر على الوش. حابين تزودوا بقى كريمة، قشطة، اي نوع جبن، بس الهدف انها اقتصادية جدا وسريعة. اخر حاجة بقى هنرش شوية من الزعتر او الاوريجانو وشوية بابريكا على الوش، ممكن نستغنى عنهم ونحط بقدونس. وكله احلى مكرونة بالوايت صوص. انا متأكدة بجد انها تعجبكم جدا، وبجد لو جربتوها مرة مش هتجربوا غيرها. سهلة جدا، وكمان عملنا بديل للكريمة، مش محتاجين كريمة خالص علشان نعمل مكرونة وايت صوص، وهتطلع احلى كمان من بتاعت بره بكتير. بالهنا والشفا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.